بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الزملكاوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أوجه رسالة لكل الناس اللي كارهة مجلس الإدارة الحالي، وعايز أوجه رسالة لكل الناس اللي قبل مجلس الإدارة الحالي ما يكمل شهر من استلام نادي الزمالك بدأوا يوصفوا المجلس بالمجلس الفاشل ويطالبوا برحيله. اللي اتحفر في 20 سنة مش هيتردم أبدا في شهر واحد، واللي تم إفساده على مدار سنين طويلة فاتت مش ممكن أبدا يتعالج في ظرف شهر واحد. دول بني آدمين، مجلس إدارة عنده أفكار ربما تكون بعيدة المدى عشان حل أزمات نادي الزمالك، لكن مفيش حد فيهم ساحر ومعاه عصاية سحرية هيلفها في الهوا كل الأمور تتصلح. الزمالك فعلا في وضع صعب للغاية، سواء على المستوى الإداري أو الفني في كل الألعاب أو المالي، وبناء عليه مجلس الإدارة الحالي محتاج وقت عشان يقدر يصلح الكلام. احنا ننتقد مجلس الإدارة في قرارات لو كانت القرارات غلط، ننتقد مجلس الإدارة في بيع لاعب مثلا لو الظروف ما تسمحش بانه يتباع، ولكن ننتقده النهارده انه مش قادر في شهر واحد يصلح اللي باظ على مدار 10 سنين. لا، ده مش مظبوط. عقب تصريحاته الأخيرة تعليق من أحمد سالم. كشف الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن السياسة الإعلامية الجديدة للنادي في المرحلة القادمة، حيث أكد أن الفترة القادمة ستشهد فقط الاعتماد على البيانات الرسمية التي تخرج عن نادي الزمالك وإدارة الزمالك، إلى جانب الخروج عبر قناة الزمالك الرسمية لتوضيح كل ما يخص النادي. وأكد أنه تم الملاحظة في الفترة الأخيرة أنه يتم وضع عناوين قوية على الفيديوهات التي يخرج ويتحدث فيها على عدد من القنوات بهدف البحث عن الترند، لذا تقرر أن تكون قناة نادي الزمالك هي المنبر الذي سيتم الحديث منه. والله يا جماعة، هو أنا شايف إن منصب المتحدث الإعلامي ده، طالما أنت أصبحت متحدث إعلامي رسمي باسم النادي، فسيادتك بتتكلم بس بوجهة نظر مجلس الإدارة، وبناء عليه ما يصحش أبدا تخرج في أي برامج تانية بأي صورة. عشان توضيح الموقف بس مش أكتر، أحمد سالم المتحدث الإعلامي الرسمي باسم نادي الزمالك ما قالش إن مفيش مدير فني أجنبي جاي للزمالك، ولكن كل اللي الراجل قاله إن في ملفات حاليا أهم من ملف المدير الفني ولازم تتم قبل ما يتم ملف المدير الفني، وإن حاليا معتمد جمال هو المدير الفني المؤقت الموجود في نادي الزمالك وكل الدعم ليه من مجلس الإدارة. ولكن الراجل ما نفاش فكرة إن الزمالك بيسعى فعلا للتعاقد مع مدير فني. أحمد سالم أكد كمان إن كل الأسماء اللي تم ذكرها في الإعلام سواء أسماء أجنبية أو مصرية غير صحيح، وإن الزمالك لسه ما تحركش خطوات حقيقية في ملف المدير الفني. الحقيقة لو مجلس إدارة نادي الزمالك بيبحث تسديد المستحقات المتأخرة لفريق كرة القدم وكذلك حل أزمة إيقاف القيد قبل ما يجيب مدير فني، فده تفكير منطقي جدا جدا جدا، عشان ما نعيدش نفس السيرة بتاعت أوسيريو، راجل جاي بأفكار معينة ما لقاش خامة في اللعيبة تخدم الأفكار دي، وبناء عليه ما نجحش مع الفريق. الكلام اللي بيتقال كتير على فكرة رفض خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني لنادي الزمالك جدولة مستحقاته لدى نادي الزمالك كلام غير صحيح، لأن الزمالك في الأساس في الجلسة اللي جمعت مجلس إدارة الزمالك مع خوان كارلوس أوسيريو ما عرضش موضوع الجدولة، يعني ما قالوش إن هو هياخد فلوسه بالتقسيط. الزمالك عرض عليه من أصل 3 شهور راتب متأخرين طبعا للراجل إنه ياخد شهرين ونص، ومن أصل شهرين شرط جزائي إنه ياخد شهر. الزمالك مجهز المبلغ بالفعل وفي انتظار الموافقه من خوان كارلوس اوسيريو عشان يحول المبلغ على حسابه بشكل مباشر، وبعدين اوسيريو يوقع على المخالصه الماليه وينتهي الامر لغايه كده بمنتهى الهدوء. وبناء عليه اي كلام عن الجدوله كلام غير صحيح حتى الان، ولا اعتقد ان الزمالك هيدخل نفسه في قصه الجدوله طالما في فلوس حاضره بالفعل. اسلام صادق بيتكلم عن عقوبه احمد فتوح ومحمد صبحي، واكد ان في شرط من نادي الزمالك للتراجع عن بيع الاثنين لعيب. شرط اولا بالنسبه لاحمد فتوح هو اعتذار احمد فتوح في بيان رسمي لجماهير الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك. الشرط الثاني بالنسبه برضه لاحمد فتوح انه يوقع على عقود التجديد بالمبلغ اللي حدده مجلس اداره نادي الزمالك بدون اي شروط. اما بالنسبه لمحمد صبحي فالشرط اصعب شويه. محمد صبحي كده ولا كده قدم اعتذاره فعلا لمجلس الاداره وللجهاز الفني وللجمهور،
ولكن بقى الزمالك بيشترط عليه، والكلام على عهدة إسلام صادق، إنه يوقع على عقود التجديد على بياض، وإنه يترك لمجلس إدارة نادي الزمالك تقديره ماديا ووضع مدة التجديد. الحقيقة أنا مش متأكد من صحة المعلومات، ولكن وجب نقل الخبر لحضراتكم عشان نشوف الأيام اللي جاية مين بيقول الحق ومين ما بيقولش. إمكانية انتقال أحمد ياسر ريان للزمالك. من جديد تحدث ياسر ريان لاعب الأهلي السابق عن إمكانية انتقال نجله أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى نادي الزمالك. ياسر ريان وعبر تصريحاته أكد أنه لا توجد أي مفاوضات مع الزمالك حاليا، وكل وقت وله ظروف، كل وقت وله حديث والظروف، ولكن حاليا اللاعب يركز مع ناديه سيراميكا. كان ياسر ريان في تصريحات سابقة تحدث أن باب انضمام نجله إلى الزمالك أصبح مفتوح، خاصة وأن عودته للنادي الأهلي أصبحت منتهية. ووصل ياسر ريان تصريحاته مؤكدا ان الاهلي يحق له استعاده احمد في يناير المقبل، ولكن حاليا لا يوجد اي حديث في هذا الشان. يذكر ان باب القيد موقوف حاليا لنادي الزمالك بسبب قضايا في الاتحاد الدولي لكره القدم. مهيب عبد الهادي يصدم جماهير الزمالك بشان الصفقات. تحدث مهيب عبد الهادي عن ملف الصفقات الجديده لنادي الزمالك خلال يناير. الزمالك موقوف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم كما هو معلوم، وهناك حديث عن احتماليه حل الازمه، حيث أكد مهيب عبد الهادي والحديث على عهدته أن الزمالك قد لا يبرم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، أزمة السيولة المالية، وبالتالي الزمالك لن يضم صفقات، وأقصى ما يمكن فعله هو التوصل إلى اتفاق مع سبورتنج لشبونة وجدولة المستحقات ودفع قسط واحد فقط من المستحقات. مهيب عبد الهادي وعبر تصريحات تلفزيونية أكد أنه لا صفقات جديدة، وأن الفريق سيستمر بنفس المجموعة حتى نهاية الموسم، وأقصى ما يمكن فعله هو حل أزمة إيقاف القيد. قرض لنادي الزمالك. كشف هاني حتحوت عن بعض حلول مجلس إدارة الزمالك للتعامل مع الأزمات المالية التي يمر بها النادي. حيث يمر النادي بالعديد من الأزمات المالية، يحاول مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب التعامل معها بشكل إيجابي. حتحوت عبر تصريحات تلفزيونية تحدث أن مجلس الزمالك يدرس وبقوة الحصول على قرض من أحد البنوك ب 300 مليون جنيه، إلى جانب العديد من الأمور الأخرى من أجل توفير موارد مالية أخرى من أجل التمكن من السيطرة على الأزمات المالية الحالية، مؤكدا أنها مجرد حلول مبدئية يسعى إليها الزمالك في ظل توافر حلول أخرى مطروحة على طاولة مجلس الإدارة. وأكد أن حل أزمة إيقاف القيد قبل يناير المقبل أمر غير مؤكد من جانب الإدارة الحالية للقلعة البيضاء. وانا عايز اسال سؤال بس لكل جماهير نادي الزمالك، لو حصل فعلا والزمالك عمل القرض ب 300 مليون جنيه، يحل ازمه ايقاف القيد ولا يدفع المستحقات المتاخره لفريق كره القدم وباقي الالعاب الجماعيه؟ غرامه كهربا. كشف محامي الهارب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والاهلي الحالي عن اخر مستجدات غرامه اللاعب. الغرامه اللي تم توقيعها عليه من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم، وهي حوالي 2 مليون ونص دولار نتيجه هروبه عن الزمالك للاهلي عبر كوبري قفش البرتغالي. محامي كهربا قال اللاعب امامه غياب مباراه واحده ويشارك مع الاهلي، وقصه الغرامه الان لا حديث عنها. هناك استئناف على الغرامه الان ومعانا وقت كبير، ونتقابل في اغسطس 24. في السابق ومنذ عام قلت نتقابل في اغسطس 23، والايام اثبتت اني صح. محدش عارف الظروف، ويمكن الطعن ياخد سنه او 2 او حتى 3. هناك اجراءات قانونيه نسير بها وفقا للوائح والقوانين، وكهربا هيلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه. وواضح ان الاخ محامي كهربا مش فاهم الموضوع صح. حكايه ان كهربا يلعب او يستمر في الملعب دي مش انتصار ليه ولا انتصار لكهربا، بالعكس هو انتصار للزمالك. ال 2 مليون بيزيد عليهم فوائد، والدولار النهارده ب 30 بكره يبقى ب 50، محدش هيدفع غيرك، وكده ولا كده هتدفعه. ولو اللاعب اعتزل، الزمالك عنده اكتر من مسار قانوني يقدر برضه ياخد بيها الفلوس. فالقصه مش كده، يعني هي تاخير الغرامه مش شطاره منك، بالعكس ده غباء. احمد مجدي وفتره التوقف ومدى الاستفاده. تحدث احمد مجدي المدرب العام في الجهاز الفني لنادي الزمالك عن مدى الاستفاده التي استفادها فريق الزمالك من فتره التوقف، حيث اكد ان فتره التوقف جاءت بعد فوز مهم على بيراميدز والصعود الى نهائي كاس مصر، مما جعلنا نخوض فتره التوقف بدون اي ضغوط. واكد ان فتره التوقف كانت مفيده لمعتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق كي يقوم بما يشبه فتره اعداد مصغره استعدادا لما هو قادم. وأوضح أن فترة التوقف هذه والمباريات الودية ساعدت وستساعد الجهاز الفني في تجهيز كل اللاعبين ومنح الجميع فرصة للظهور، إلى جانب تدريب اللاعبين على فكرة وخطة المدير الفني معتمد جمال، بحيث ينسجم الفريق في فترة وجيزة.
تصريحات قوية من مدرب أبو سليم. كشف التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي حقيقة طلب الزمالك استضافة مباراة الفريقين في الكونفدرالية، والمقرر إقامتها خارج ليبيا بسبب عدم اعتماد الكاف للملاعب الليبية. وقال الخطوي في تصريحات تلفزيونية: ستكون مواجهة صعبة جدا أمام الزمالك، نستعد جيدا لتلك المواجهة وإن شاء الله سنكون في الدور المقبل مع الزمالك. لم أقل بأننا سنفوز على الزمالك ذهابا وإيابا، الزمالك فريق مميز جدا وشاهدته أمام بيراميدز تأخر 3 مرات وعاد مرة أخرى، وهذا الأمر يؤكد على مدى قوة الفريق فنيا ونفسيا، لذلك لا يمكن القول بأنني سنفوز على الزمالك ذهابا وإيابا، نحن نحترم الزمالك. مواجهة الإياب ستكون في الجزائر والزمالك لم يعرض علينا خوض اللقاء في القاهرة. والله يا اخ ابو سليم ولا اخ الخطوه، انت عايز بس افكرك ان انت صعدت اصلا لدور المجموعات من خلال ملاعب القاهره، فالفكره بمنتهى البساطه ان سيادتك حتى لو احنا عرضنا عليك مش هتوافق، بس على العموم نتقابل ان شاء الله في برج العرب. طارق رضوان ونصيحه للزمالك. علق الناقد الرياضي طارق رضوان على خوض مباراة الزمالك القادمة أمام فريق أبو سليم الليبي على أرضية ملعب استاد برج العرب، وعبر حسابه على الفيسبوك كتب طارق رضوان: إقامة لقاء الزمالك وأبو سليم بكأس الكونفدرالية بملعب برج العرب مخاطرة كبيرة نظرا للظروف المناخية وخاصة ببرج العرب بالأسكندرية. الأفضل للزمالك ملعب الدفاع الجوي وبإمكانه مخاطبة الكاف بالتعديل. في النهاية بوجه لحضراتكم كل الشكر على حسن المتابعة والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.